بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ذا بول كاست. ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة حامي عرين منتخب السويس. اللي يقول لك اللي الكبار بيعتزلوا قول له يبقى انت ما تعرفش محمود كوكو. محمود كوكو مسيرة كبيرة جدا في أندية الدوري المصري، وطبعا حامي عرين منتخب السويس، وكل شعب السويس وكل مشجعي منتخب السويس بيشيلوا كابتن محمود فوق راسهم لكل لأكتر من جميلة عملها معانا. منورني يا كابتن في حلقتنا النهارده، ومتشكر طبعا جدا لقبول طلبنا. الله يخلي حضرتك. انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده يا استاذ معتز، ومتشكر يكرمك. طبعا على المقدمه دي، ويا رب نكون قدرنا في كل الاوقات اللي موجودين فيها في النادي اللي احنا نقدم للناس حاجه يتبسطوا فيها ويفرحوا فيها ويخلوا نادي السويس في المكان اللي هو الله يحبها. يكرمك. لا انت قدمت كتير يا كابتن، ربنا يخليك يا يعني أستاذ. ربنا يزيدك تواضع تمام، بس انت قدمت لنا كتير يا كابتن، الله مفيش يكرمك. حد ينكر يا كابتن اللي حضرتك كنت ربنا يخليك بتعمله يا معانا. حبيبي، والله ده حاجه تشرفني وتسعدني ان الناس بتحس ان احنا شايلين مسؤوليه النادي وبنحاول نخلي النادي في احسن في صوره احسن ممكنة. وضع واحسن صوره، وضع. وان شاء الله هنبقى في احسن صوره. ان شاء الله. ان شاء انت طول الله ما انت هنبقى في أحسن. بتحاول ان شاء الله توصل، بس يا رب ان شاء الله نكون بنحاول في الاتجاه الصحيح يعني. كابتن حضرتك مسيره كبيره في كذا نادي من انديه الدوري المصري الممتاز والمحترفين، او انا اسف يعني الممتاز به. مش مقتنع انا بالكلام اللي هو ان ده محترفين او كده. فانا بس مش عايز ابدا من الناحيه دي، انا عايز ابدا من الحته اللي اكيد كل منتخب السويس عايز يفهمها. انا هسكت وهقول لك سؤالي وهقعد اسمع زي الناس، اعتبرني واحد من الجمهور. اتفضل اسمع. منتخب السويس، ايه الدنيا؟ فين الغلط؟ نحل ازاي؟ طب المشكله فين؟ انا عايز افهم، انا هو واحد من جمهور السويس، انا عايز افهم. طيب، نادي السويس نزل من الدوري الممتاز بقاله 25 سنة تقريبا. مظبوط. صحيح. تعاقب وتوالى عليه إدارات كتير ولاعيبة كتير. الحاجة الثابتة الموجودة اللي النادي طول الوقت بيرتكز عليها حب جماهيره والتفافة حواليه، بيقلوا شوية بيزيدوا شوية بحسب نتائج النادي والكلام دوت. لكن دي الحاجة الثابتة اللي ما اتغيرتش، التفاف جماهير النادي وحبها للنادي، دي الحاجة الثابتة. إنما إدارات اتغيرت ولاعيبة اتغيرت. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ اقول لحضرتك ان الناس اتغيرت، اللعيبه اتغيرت والادارات اتغيرت، والمشكله ما زالت قائمه. بالظبط. النادي بقى له 25 سنه في الممتاز به، او زي ما الناس بتحب تسميه الدرجه الثانيه، او زي ما اي تحب الاسم اللي تحبه يعني. الاسم الرسمي اللي, حاليا هو اللي, المحترفين. اللي يريحك يعني، اللي تحبه. تمام. نادي السويس ما بيطلعش ليه؟ مم. نادي السويس عنده مشاكل كبيره. مم. اهمها اللي الناس بتتكلم عليه كلها المشاكل الماديه. مم. مشاكل قله الموارد، نقص الموارد، دوام الموارد. في فترات بيبقى معاك حلو قوي يا كابتن التفصيل اللي انت فصلتها دي. نقص الموارد وعدم استكمال او عدم يعني دوام. استدامه الموارد. آه. يعني حلو قوي التفصيله دي. اتفضل. ده اثر علينا. انا جاي لك بعد كده ان ده بيأثر على النادي في اوقات كتير. طيب، خلينا نتكلم من ناحيه الادارات. نتكلم على الادارات الاول المتعاقبه. طبعا ربنا يعلم الناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا، الحمد لله انا مش مع حد ضد حد، وكل الناس بنحبهم وبنقدرهم ونحترمهم جدا. لكن احنا المفروض ان احنا متفقين ومجتمعين على حب نادي السويس، فبنتكلم الكلام بدون تجريح في حد، اللي هو ان شاء الله يكون احنا بيساعد عايزين النادي. مصلحة منتخب السويس. احنا يعني احب اوضح وازود فوق كلام حضرتك ان احنا يا جماعة لما بنتكلم عن منتخب السويس وبنحط ايدينا على المشاكل بتاعت منتخب السويس، مش بيبقى هدفنا اي حاجة غير ان احنا نحل، نقول يا جماعة المشكلة اهي والحل بنقترح عليكم كذا، عشان بس يبقى الكلام واضح، عشان ما حدش ياخد كلامنا في سكة تانية. وانا بقول لحضرتك اطمن ان معظم الناس في السويس، الغالبيه العظمى، متفهمه الكلام ده، لان هم متجمعين على حب النادي، ما لهمش مصالح شخصيه. فانا بنكلم الناس دول وبنكلم الفئه دي. الفئه اللي مع او ضد ممكن دي ما تكونش عندها حب النادي الهدف الاول والاسمى. تمام. فلا دول مش يعني مش هنقف عندهم كتير يعني. تمام. لا، احنا بنتكلم على القطاع العريض من جماهير السويس اللي هي بتحب النادي المحب. وعايز تشوف النادي في احسن مكان. مظبوط. طيب، الادارات اختلفت بقالنا 25 سنه. جه كذا مجلس اداره بالتعيين او بالانتخاب. انا اتكلم عن الفتره دي لان انا عشتها من اولها، من وانا ولد صغير في النادي لحد ما طلعت الفريق الاول وانا عندي 16 سنه. فانا عاصرت وقت جزء لا باس به يعني، اقدر احكم على التجربه من الداخل يعني. ده مهم تمام. جدا، لان برضو انا عايز الفت نظر حضرتك لحاجه، ان الناس في الشارع في ناس ما عندهاش كل الحقيقه وما عندهاش كل الصوره. مش كلنا نعرف الغرف المغلقة فيها ايه. فالحكم بيبقى ناقص. تمام. فاحنا حتى ما بقابل الناس في الشارع بحاول اوضح لهم جزء من الحقيقه
اللي غايبه عنهم عشان حكمه يبقى منطقي على الاداره او على اللعيبه او عن النادي بصفه عامه. على الاقل يبقى عنده جزء ولو 40-50% من مصداقيه الصوره، يقدر تحكم عليها، ما تظلمش اشخاص. بدل ضبابيه الصوره دي يبقى هي الصوره واضحه شويه، فيبدا يحكم على النادي وعلى التجربه. حتى لما انت تفهمه الصوره بشكل كويس فهو حتى يقدر كمان لو هو عنده حلول يقدر يقدمها لك بشكل كويس، لان بدا يحط ايده على جزء من المشكله. لكن لو هو اصلا ما عندوش هيضبش المشكله بالبلدي، هيلوش زي ما حضرتك بتقول. لا، فالادارات اختلفت، كل الادارات اشتركت على حاجه واحده بس. ما كانش حد عنده خطه قصيره المدى ولا طويله المدى لنادي السويس، حتى لو اتقال بالبق قبل الانتخابات. لكن اللي احنا شفناه على فكره، احنا مش بنتكلم في الغيب، احنا بنتكلم على اللي حصل واللي شفناه وعشناه. انت ما بتتكلمش. في ناس بتقول لك اصلي ما عملش كذا، وانت لسه شفت حاجه. ما تتكلمش على حاجه مستقبليه. لا، اللي احنا شفناه اللي ما رحم ربي برضو معظم الادارات بيجوا ممكن يكون في كلام كويس قبل الانتخابات، طبعا مفيش حاجه منه بتحقق. حتى لو في حاجه بتحقق بتبقى حاجه ضعيفه ما ترضيش 10% من اللي اتقال مثلا الناس. والازمه الاكبر اللي بتقابل نادي السويس على مدار 25 سنه الفواتير الانتخابيه. دي ازمه كبيره. انا هسكت، انا عايز اسمع، انا قاعد مستمع زيكم اقسم بالله. دي مهمه. في كلام زي ما قلت لك الناس هتسمعه هتفهم منه قصه ازاي في النادي. اي رئيس نادي بيجي معظمهم الا ما رحم ربي بيبقى جابوا معتز ومحمود وكوكو وابراهيم وسيد ومصطفى. طب انت يا باشا احنا جبناك النادي وبقيت رئيس نادي السويس. نادي السويس نادي كبير اللي احنا بنحبه، اللي وراه جماهير كبيره ووراه اسم امال كبيره لشعب السويس كله، وشايل اسم بلد كبيره، بلد طبعا. تاريخيه، بلد اعظم بلد في مصر مع احترام. انا راجل كل البلاد حبايبنا، انا راجل قناوي واسواني بس انا بقول السويس برضه يعني. واحنا المحافظات المصريه كلها ليها تاريخ كبير، لكن السويس مرتبطه بوجدان الشعب المصري كله. فانا بقول لك ان انت كنادي شايل اسم، حتى ان انت النادي الوحيد اللي في مصر اللي اسمه منتخب. مفيش نادي في مصر اسمه منتخب، فانت منتخب السويس منتخب، وكمان شايل اسم بلد بحجم السويس ومدى ارتباطها بوجدان الشارع المصري والشعب المصري. شيء اكيد. فدي حاجه مش قليله. فلما انت تبقى رئيس نادي لبلد بالحجم ده وبالقيمه التاريخيه دي، لا لازم يكون في اداء بيتقدم افضل من كده بكتير. انما انت تنجح عشان فلان وفلان وفلان نجحوك وحطوك على المكانه دي، فتبدا انت تسدد الفواتير دي. المشكله ان الفواتير على حساب نادي السويس بالظبط. لو انت بتسدد الفواتير دي من ملك الشخصي او انت عندك شركه او عندك حاجه فاز يو لايك زي ما تحب، لان ده بره نادي السويس وانا ما اقدرش احكم في ماله، فما ظلم حاجه خارجه عني انا كمنتخب دي بتاعته. انما نادي السويس ده ملك جماهير السويس وملك شعب السويس كله. فلما تتصرف في حاجه لازم يكون بتتصرف عليها بمنتهى الصدق والاحترام لشعب السويس واللي عقولهم. فده بيحصل وده مهم جدا، وده اصل الموضوع، ان اللي بيجي معظم الوقت بيسدد فواتير انتخابيه. بيجي فلان الفلاني واقف جنبه، فيجي مدرب، يجي اداري، يجي عضو، يجي كذا يجي كذا يجي كذا، فالنادي يتظلم. ما هو ما كانش ده افضل حل. وطبعا الناس دي او يعني مش عارف اقولها ازاي، الناس دي لما بتيجي ما بيكونوش اصحاب قدرات عاليه اداريا. ما انت بقى بتتكلم في كل الاتجاهات على فكره. يعني المشكله مش اداريا وفنيا وكل حاجه، لان اللي خلي بالك على جميع المستويات تسديد الفواتير مش اداريا، مش اداريا بس، لا على جميع المستويات. لا على جميع المستويات. تسديد فواتير انتخابيه وتدريبيه وفنيه واداريه على كل شيء. فدي بتاخرنا كتير جدا، لان زي ما بيقولوا كده مش الرجل المناسب في المكان المناسب. وللاسف في بعض الاحيان الادارات بتبقى عارفه الكلام ده اصلا وبتبقى عارفه ان مش ده الافضل لكن ده الاقرب. فهو كلام تقيل. فهو بيبدل الاقرب عن الافضل، عن الاكفأ او الاكثر كفاءه، الافضل للمكان. هو بيقدر الاقرب ليه هو عن الافضل للمكان، فبيبدل الاقرب عن الافضل. فدي كارثه كبيره.
في كلام بيوجع شويه. ده انت يا كابتن، انا اعتقد ان اي حد بيتفرج دلوقتي يا جماعه، احنا خلاص يعني احنا عرفنا المشكله عصبها فين. احنا شايفين النتائج بس مسكنا العصب. بالظبط كده. عرفنا النواه او الصلب او الحاجه اللي سببت المشكله الاساسيه بالظبط اللي احنا فيها حاليا. في حاجات متفرعه في النادي لكن ده الاساس، خد بالك ده يا جماعه عشان برضو الكلام يبقى واضح. والله العظيم 3 ما انا نقصدش حد وكابتن بعينه. محمود انا وكابتن محمود والله العظيم نقصدش 3 حد بنتكلم بعينه. لمصلحه النادي، والله بنتكلم لمصلحه النادي عشان ما حدش يفهمنا غلط. احنا بنقول المشكله اهي عشان نحل اهو. بالظبط. واحنا كمان عندنا انتخابات الفتره اللي جايه ان شاء الله. فانا بطلب من اعضاء نادي السويس ومن محبي نادي السويس ومن جماهير نادي السويس ما تكبرش دماغك عن في الانتخابات. اولا شارك، ثانيا ادرس كل المرشحين كويس وشوف مين فيهم افضل لنادي السويس، وبالتالي روح اديله صوتك، لان ده اللي هيعود على نادي السويس وعليك كعضو جمعيه عموميه بالخير والنفع بعد كده. انا كنت جاي لك برضه في حته الانتخابات دي يا كابتن. سين معتز اهو. معتز أيوة. معتز داخل انتخابات. تمام. انا مرشح انتخابات وقلت البرنامج بتاعي 10 حاجات. تمام. ايه اللي يضمن لك انت كمشجع منتخب سويس ان معتز هيحقق يعني ايه اللي تشوفه عشان تتاكد ان معتز هيحقق ال10 حاجات دول او على الاقل 7 منهم مثلا؟ كويس، سؤال مهم جدا وهيفيد الناس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب معتز اللي قاعد قدامي دلوقتي لما يكون داخل الانتخابات فيجي يقول لي انا هعمل 1 2 3 4 5 6. معتز ده ليه باك جراوند، مش نازل من السما طبعا. تمام. فانا اسال على المعتز ده شخص عامل ازاي، ادار حياته الفتره اللي قبل ما يخش فيها النادي كان شكله ازاي، نجاحاته ايه، عامل ايه في شغله، عامل ايه في حياته، شكله عامل ازاي. وده بيبقى دور على معتز ان هو يبين ده للناس. بالظبط، يبين. مش هبقى قاعد ساكت وبقول انا موجود في الانتخابات. خد بالك من حاجه، ممكن كل بني ادم فينا الا ما رحم ربي بيقدم احلى حاجه عنده. تمام. انما انت كعضو جمعيه عموميه المفروض تبحث وتشوف، تطلب المرشح ده تقول له انا عايز اقعد معاك مثلا او اعمل لنا مؤتمر تفهمنا انت مين، او ابسط شيء تسال عنه. مين معتز يا جماعه، شغال فين، شغال في الحته الفلانيه، مين صحابه كذا، ده راجل حبيبنا. نساله ايه رايك في معتز ده، بيقول كذا كذا كذا. الراجل ده لما تعامل معاك قبل كده بيفي بوعوده، عنده عقليه كويسه، شخص بيحترم الجماهير وبيحترم وضع بيفي بوعوده. بالظبط كده زي ما بقول لك، بيفي كل الكلام دوت. هل ده كده ده بناء عليه بتبدا تكون فكره كبيره عن الشخص، عن معتز، فساعتها تبدا تديله صوتك او تناقشه على الاقل في البرنامج، او تناقشه، هو في البرنامج، او يبقى عندك ضمانات، على الاقل ضمانات ان انت عملت اللي عليك وفكرت كويس واخترت مرشح من وجهة نظرك ان هو هيفيد نادي السويس وهيفيد الجمعيه العموميه ويحط نادي السويس في المكانه اللي كل جماهير وشعب السويس بيتمناها. طيب نرجع تاني للمشكله بتاعتنا في منتخب السويس. واحنا كده قلنا المشكله الاهم او العصب الأهم. زي ما بالبلدي كده انا بحب اتكلم مصطباوي يعني. تمام. على الطبليه الاهم. طيب حضرتك قلت لي ان ده بيجي على حساب فنيا. طيب ده ظهر على حساب فنيا ازاي وفين بقى؟ يعني سيبك من اللي احنا كجمهور شايفينه. انا هقول لك الوضع بدون دخول في تفاصيل اكيد، لان في حاجات في اوضه اللبس انا لا دي استحاله انا اطلبها منك. انا مسؤول ان انا استحاله ان انا اطلب حاجه زي كده منك. من اللعيبه اللي دلوقتي ولا بعد، احتراما لحضرتك واحتراما للكباتن اللي كانوا معاك واحتراما لاداره النادي والنادي اللي انا بحبه، انا استحاله اقول حاجه زي كده. كل كلامنا بس انا عايز اترجم بشكل عام. مش هنقول مواقف معينه لكن انا هقول لك بشكل عام اللي بيحصل، لان برضه اوصل لك صوره ان جماهير منتخب السويس مستفزه جدا من ان احنا يعني من سنه ونص قاب قوسين او ادنى بالزبط. احنا كنا خلاص يا جماعه هنطلع ممتاز. هجي لك انا في الحته دي، تعالى براحتك اللي انت عايزه. طيب خلص الحته اللي انت بتتكلم فيها. انت عايز تسال عن الحته الفنيه اللي هي تخص المدربين وتخص اللعيبه. اكيد طبعا. كويس، نتكلم عن المدربين الاول. طيب. انا معاك. طيب سوق العربيه واطلع. انا معاك. نتكلم عن المدربين. طبعا نادي السويس بيمر عليه مدربين كبار وفي بعض الاحيان بيجي مدربين كويسين جدا وكفء جدا. تمام. لكن مش ده اللي بيحصل طول الوقت. ماشي. طب ازاي يا عم محمود؟ بيحصل ان في بعض الاحيان بعض المنتفعين حوالين النادي بيبقى ليهم رغبه ان فلان الفلاني ده يكون موجود، وليه في الشارع قبول عند بعض الناس مش عند كل الناس، بس هم شويه وصوتهم بيأثر في النادي فيبقى ده يبقى موجود. طب هل ده رجل المرحله دي او هو الاكفأ في الوقت ده؟ لا مش لازم. امال مين اللي بيعين يا كابتن؟ مين اللي بيشوف ده يكفأ كفاءه ولا لا؟ المفروض النادي، بس النادي اللي بعض الاحيان في احيان كتير
اللي بيحكمهم رد فعل الشارع ورد فعل الناس اللي حوالين النادي المنتفعين او الناس العاديين. يعني على فكره خد بالك، لو نادي السويس جماهيره شايف حاجه معينه، القطاع العريض شايف حاجه معينه، اكيد بنسبه تتعدى 90% هتبقى صح. انما انت لو كابتن. بتتكلم على بعض المنتفعين اللي عايزين فلان الفلاني، فلا، انت بترضي ناس برضو من ضمنها تسديد فواتير انتخابيه، او بتتقي شر ناس ما تتكلمش عليك عشان 2 3 بيتكلموا عليك على فيسبوك ولا على ممكن اسالك السوشيال سؤال؟ ميديا. اتفضل انا يا بحب حبيبي. الصراحه والوضوح جدا، احنا بنتكلم متصل. يعني ايه منتفعين؟ ايه منتفعين في ايه؟ هقول لك انا، في ناس حوالين زي ما قلت لك في فواتير انتخابيه، تمام. في ناس حوالين المجالس الادارات، وفي ناس زي ما بيقولوا كده بيظهروا وقت الانتخابات ويختفوا. مم. الناس دول الناس بعض الوقت بيبقى قلقانين من اصوات الناس دي اللي هي تعمل لهم بلبله في الشارع. تمام. فمعتز بيحب فلان الفلاني، تمام. فلا وفلان ده وكذا 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 ده، طب ماشي خلاص، احنا عشان الدنيا تمشي احنا محتاجين استقرار الايام دي، فهنجيب فلان الفلاني. هل هو راجل المرحله فنيا؟ لا. ممكن يكون لا، وممكن ساعات في بعض الاحيان ممكن يكون لا وممكن يكون يعني بس. لكن في احيان كتير بيبقى لا. ما يبقاش الراجل المناسب زي ما قلت قبل كده في المكان المناسب، ودي ازمه نادي السويس. دي الحته المدربين والاداريين كمان. الاداري انت بتلاقي اداري مش كفء بما ينبغي، لكن برضو مع صوت انتخابيه، شعبيه جماهيريه، مع بتاع بعض الشعبيه كذا مش عارف ايه، على هوا بعض المسؤولين بيقول لهم اللي هم عايزينه، بيقول لهم كلام يريحهم، ممكن يكون عكس الحقيقه وضد الحقيقه فيخلوه موجود. انما مش من معيار الكفاءه. الكفاءه ما بتجيش في المقام الاول. طب يا كابتن، الهوا بيحكم، الهوا القلب والمشاعر بيحكم في تصرفات كتير تخص اصحاب القرار. طب انا عندي سؤال. هو كل الادارات او مجالس الادارات مع احترامنا الكامل لكلهم ايا كان مين من اكبرهم واصغرهم، كل الادارات بنفس الشكل؟ لا. بنفس الاخطاء؟ لا. بنفس السير؟ لا. هقول لك انا، في 3-4 مشاكل بيواجهوا نادي السويس طول الوقت. ساعات بيبقى موجود منهم مشكلتين، ساعات 3، ساعات 4، ساعات في واحدة تتحل وترجع تاني. بالظبط كده. انت بقى انت وحظك في حاجات فيها المجلس اللي موجود بيبقى محظوظ او سيء الحظ. في ايه مثلا؟ انه يتوفر له دعم، بيبقى مثلا المحافظ الموجود محب او عايز يساعد النادي او كذا، فيتوفر له دعم كويس. ماشي. سياسي ومادي. ماشي. الجماهير تحضر، معاك كواليتي لعيبه كويس، النادي فيه استقرار، النادي قدر يجيب مدرب كويس، النادي بدأ بدري واستعد كويس، النادي في ناس فكرت له، ففي 5-6 حاجات انت بتجمع منهم كذا حاجه. لو قدرت تجمع منهم 3-4 حاجات، اعرف ان النادي السنه دي هيأدي بشكل محترم. لان نادي السويس ال 25 سنه اللي فاتوا كان في 3-4 مرات قريب جدا من الصعود. صح ولا ايه؟ حصل. فاكيد كانت في ناس شغاله كويس. اللي انت توصل لمرحله ان انت كذا، اكيد كان في شغل كويس اتعمل. طب ايه الشغل ده ما بيتكررش كل سنه ليه يا جماعه؟ عشان العناصر اللي انا قلت لحضرتك دي مش موجوده كل سنه. انما لو انت عندك ال 75%، بلاش 75، لو عندك ال 60% دول موجودين معاك كل سنه، نادي السويس هيبقى كل سنه مرشح بقوه للصعود للدوري الممتاز، او ان شاء الله يصعد للدوري الممتاز. طب انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه. هو لو في نظام مش اشخاص، يعني احنا لو في سيستم، يعني مثلا انا هضرب مثال عادي جدا. النادي الاهلي تمام بيتعاقب عليه من كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن حسن حمدي، محمود طاهر او الخطيب او هكذا. السيستم واحد، تمام، صوره الاهلي واحده، تمام. التتابع شغال، بتقل شويه بتزيد شويه، بس في حد ادنى هم موجود عندهم ما بيروحش، وكل واحد جاي برؤيه معينه طبعا، وعارف هو هيطور في ايه، هيعمل ايه. في ال 50-60% انت ضامنهم من كل الادارات المتعاقبه. ليه بقى ما عندناش احنا سيستم؟ يعني ليه ما فيش مجلس اداره جه حط سيستم، قواعد كده احنا ماشيين بيها، حتى لو انا مش موجود، انا كرئيس نادي انا مش موجود، اللي هيجي بعدي هيمشي على نفس السيستم برؤيته هو عشان يطور بعد، يعني يطور حاجات بعد اللي انا عملتها. كويس، ده سؤال مهم جدا. زي ما قلت لك، كل اللي بيجي عمرك تعرف تعمل سيستم. اولا لازم تكون صاحب رؤيه، تمام، او انت تكون مؤهل انك تعمل زي ما قلت لحضرتك خطه على المدى البعيد او على المدى القصير. لازم الاثنين يكونوا موجودين طبعا، لان جماهير النادي
مش هتستحمل عليك تقول لهم استنى انا هعمل شغل بعد 5 سنين ان شاء الله هيظهر. مفيش الكلام ده. مش هقعد فتره اولى والفتره الثانيه ابقى ننتج يا جماعه. مفيش نادي في العالم هيقبل بالكلام ده. انا استناك تقول لي ان انا هصعد بعد 3 4 سنين، لكن كل سنه انا شايف النادي بيطلع لقدام، فاصبر معاك. فلازم اشوف ايه زي ما بيقولوا كده ايه، نشوف امارات. فلما تشوف امارات اصبر معاك. ما انت كل سنه انت كنت مستلم النادي 40%، بقى 50 بقى 60، فان شاء الله احنا طالعين هنوصل لل 100%. والنادي لو شايفين احنا النتيجه هنقول لك احنا معاكم في ظهرك وهنستنى. بالظبط كده. لكن ما يكونش في نتائج بالظبط كده. طب انا هعمل تطلب مني الدعم يعني. طيب انا هعمل خطط ازاي انا كمجالس ادارات متواليه ومتعاقبه؟ اولا ممكن انا في بعض الاحيان، انا مش بقول كله، في بعض الاحيان ممكن اكون انا مش صاحب الفكر ده اصلا ومش صاحب الرؤيه دي. تمام. اصلا ماشي. تمام. ماشي. وفي بعض الاحيان زي ما قلت لك من شويه ان الهوى والفواتير الانتخابيه بتحكم. فطول عمرك خدها قاعده في حياتك، ان طول العمر ادام قلبك اللي بيحركك ومشاعرك مش الصح والغلط، اعرف ان انت مش هتاخد طول ما العقل مش هو اللي شغال، فالدنيا مش هتبقى مظبوطه. زي ما بيقولوا المعطيات تؤدي الى نتائج. ادام مفيش معطيات سليمه اعرف ان النتائج مش هتبقى سليمه، يعتبر مش هوصل لحاجه. بالظبط كده. او مش هتطلع على الهدف المرجو من الناس. فلو انت معطياتك سليمه او انت استعداداتك سليمه هتطلع نتائج مرضيه في معظم الاحيان. طب هو انا صعب يعني صعب ان انا صعب يعني يا جماعه. هو السويس ما فيهاش واحد عقليته اداريه قويه يجي يظبط لي الدنيا يا جماعه؟ لا بلدنا مليانه طبعا. طب امال فين الناس دي؟ ما هو في ناس نوصل لها ازاي؟ هقول لحضرتك من حاجه. في ناس مع الوقت بدات تبعد عن النادي. ليه؟ ما اعرفش. هم ممكن يكونوا شايفين ان النادي بقى ما حكر على ناس معينين. حكر على ناس معينه؟ الناس ممكن يكونوا شايفين في بعض الاحيان ان انا عشان اجي النادي لازم يبقى ليا اسلوب معين هيبقى ضد مبادئي وضد تفكيري فيبعد. ده موجود فعلا. موجود. يعني في ناس عقليات فذة بيبعدوا عن النادي عشان الاجواء او خايف. يقول لك انا عندي اسره وعندي بيت، انا مش عايز مشاكل، انا جاي اساعد النادي بس مش مقابل ده ان انت تضغط عليا او تقدرني في تعملي نوع من التقدير في حياتي او تضايقني او عدم استقرار في حياتي. او عدم استقرار وتضايقني. لا انا مش، انا في حل عن الموضوع ده كله. في ناس تريح دماغها. رغم ان الناس السويس بلد ولاده مليانه طول الوقت. مصر كلها بلدنا. انا بقول لك طبعا احنا عندنا عقليات والله. انا الكلمه دي قلتها في كذا لقاء وفي كذا برنامج ان مصر بلد ولاده. بلدنا مليانه مواهب في كل الاتجاهات. مليانه عقليات والله العظيم. مليانه مواهب يعني وده مش كلام وده مش انا مش متحيز لمصر بلدي ولا السويس مدينتي، لكن دي على الحقيقه. انت بتشوف نماذج مشرفه في المانيا وفي انجلترا وفي فرنسا وفي فروض الناس اللي انت بتقول عليهم الدول العالم في كافه المجالات والله. في كافه المجالات. ما بتكلمش على كره القدم بس. بالظبط. ده منين؟ ده مصري. ده من كذا. ده من صعيد مصر. ده من شمال مصر، من جنوب مصر. يا كابتن اقرب مثال من مدن القناه، من مدن الدلتا، من سينا، من مطروح، من كذا. بلدنا مصر كلها في عقليات اداريه كبيره جدا وعقليات في كل الاتجاهات. البيئه ساعات هي اللي بتنمي، وساعات البيئه ما بتبقاش يعني جاهزه ان هي تظهر كل الامكانيات. حضرتك قلت لي ان المنتفعين مثلا هم اللي ممكن يكونوا مش حابين حاجه زي كده، بس انا عندي سؤال صعب مش عارف يعني ينفع نجاوب عليه ولا لا. يعني احنا ننسف انا اسف يعني ننسف كل المشاكل دي ازاي؟ طيب يعني عايز احط كده حاجه بوم خلصت كل ده وجبت عقليه بقى كويس الناس تحط ده. عايز احل. اولا هتبدا من عند جماهير النادي القريبه جدا، لان في جماهير في النادي ما بيسيبوناش، قريبين مننا طول الوقت. الرابطه وما شابه يعني. قريبين مننا طول الوقت وعارفين الصح فين والغلط فين. هيتعبوا شويه في الاول، هيتهاجموا شويه في الاول من الناس. اعرف ان كل حاجه في اولها بتبقى صعبه. لو نادي السويس تحمل ضغوطات ان يجي مجلس اداره يعمل الصح ويصر عليه، مع الوقت الناس هتتعود على كده، والسيستم هيتحط من هنا، والنظام هيتحط من هنا. فيبقى دي حاجة محترمة الناس تفتكرها طول التاريخ، ان من هنا بدأت ان نادي السويس بقى ليه كيان وسيستم وقاعدة. كل اللي بيجي مش تعبان، لان انت جيت المجلس اللي عمل كده، وده يبقى هيخش التاريخ طبعا والناس هتفتكره بكل خير، ان حط كسر حاجات معينه كانت او اوهام كانت الناس تحت. بالظبط كده. حطته على الطريق. تعال انت بقى زود شويه، قل شويه بتاع. لكن زي ما قلت لحضرتك وزي ما انت ضربت مثلا من شويه بالنادي الاهلي،
عنده 50-60% ما بيروحوش منه، موجودين طول الوقت. فده بيحطك على تلتين سلم النجاح. انما انا كل مره مع كل مجلس هبدا من الصفر، فده مستحيل. ده مستحيل. يخلي نادي السويس في الوضع اللي هم عايزينه. عايز اقول حته هنا قبل ما نخرج من الحته دي، اللعيبه. تيجي تتكلم عن اللعيبه بقى، طب اللعيبه يا عم، واللعيبه وولاد السويس والمواهب والكلام ده كله. طيب نرد على الناس عشان الناس بتتكلم طول الوقت يا جماعه ولاد النادي. طبعا انا ابن النادي وادرى واحد عارف الموضوع ده، او مش ادرى واحد من مفيش الناس. حد هيراجع وراك يا كابتن، من لان الناس انت من الناس كابتن من الناس وراجل اللي قديم عارفه في النادي ومن الناس ناشئين اللي عارفه النادي، يعني. ما في شاء ناس الله كتير يعني. عارفه يعني، نعتبر نفسنا واحد يعني. اتمنى ان نكون ناس منهم عارفين مشكله النادي في ايه. انت ما بتصرفش كما ينبغي على قطاع الناشئين. اخر الاجيال اللي طلعت كنا احنا واجيال بعدنا، لان النادي كان بيصرف على القطاع وبيهتم. فكان بيطلع لك ان نادي السويس بيطلع منه بطل منطقه القناه، بينافس على بطوله الجمهوريه. فبيبقى حتى الانديه في السويس، حتى الانديه في السويس كان في انديه تانية بتطلع لعيبه كويسه، نادي السويس بيستفيد منها. الموضوع قل جدا دلوقتي. فاللي انت طب انت عايز تقول ايه؟ طيب يا عم كوكو، انا عايز اقول ان لازم النادي يهتم اكتر بالقطاع، لازم النادي يجمد قلبه اكتر. احنا اللعيبه اللي بتطلع عندنا في النادي دلوقتي لعيب عنده 20 سنه، فانا بقول للمدرب وبقول لرئيس القطاع، بقول له انتوا جايبوا لي ليه كده؟ انت جايبوا لي ليه؟ ايه وجهة النظر طبعا؟ يقول لي جايبوا لك 20 سنة يعني ما هو ناشئ، صغير. انت عايز ناشئ. اقول له يا باشا احنا لعبنا وانا عندي 16 سنه. انت جايب لي لعيب فاضل له اخر سنه في قطاع الناشئين عشان تعلمه وتدي له شغل؟ لا، ده يجي لي من 3 سنين لعيب كويس ياخد شغل مع الفرقه الكبيره، يندمج وينسجم مع الفرقه، هاخد منه تديله شغل فرصه بقى. انك تساعده. انما انت بتحكم عليه في اخر 3 سنين، في اخر 3 شهور في حياته. لا، انت تجيبه لي بدري شويه عشان ياخد دعم فني ودعم مادي ودعم معنوي ودعم تدريبي، ويفهم، يبقى عنده نوع من التطور، ان هو يبقى موجود مع الفريق الاول، فيبقى عنده 18 سنه او 19 سنه زي ما بنشوف في العالم كله. دي مش بدعه، وزي ما نادي السويس كان كده ايام ما احنا لعبنا. انا لعبت يمين يامال وغيره بقى. يعني طبعا مش هينفع نقارن خد بالك، هي مش يعني. مقارنه. مش مقارنه، بس انا بكلمك عن نفسي وعن نماذج زيي واحسن مني كتير. انا طلعت مع الدرجه الاولى وانا عندي 16 سنه، لعبت اول ماتش مع نادي السويس وانا عندي 17 سنه. يعني زي اللعيبه الاوروبا دول، زيهم، مع الفرق المستويات وفرق زي ما حضرتك بتقول. لكن ده حصل، ما بنتكلمش على حاجه خلي بالك من ضرب الخيال. اكيد يعني بنتكلم على حاجات، على واقع يا جماعه، واقع حصل. واقع. لعيبه في السويس لعبوا عندهم 17 سنه كتير. وهم دول اللي صنعوا تاريخ النادي وعملوا تاريخ للنادي كبير، لان انت كان عندك ولد من اولادك بتعتمد عليه. اولا بيوفر عليك نفقات كتير، ثانيا عنده انتماء ليك غير طبيعي. طبعا ما انا ناشئ في النادي فطالع من النادي فهخدم النادي واخواته واولاده في الشارع وزمايله، فهو شايل هم دي، فبيلعب بمنتهى الانتماء. نادي السويس في بعض الاحيان كانت في بعض الطفرات كان اساسها ان الفريق فيه مجموعه من اللعيبه من السويس، ومحدش خد باله من دي ولا طور دي. طب انت جاي تقول الكلام ده يا عم النهارده وانا راجع النادي بقالي 6 سنين؟ لا والله، انا قلت الكلام ده من اول يوم في النادي، والناس اللي هيسمعونا هيعرفوا ان انا قلت الكلام ده، وكتبت بيه ورق كمان. كتبت بيه ورق للمجالس. انا حضرت مجلسين وقلت لهم ان احنا لازم نهتم بالقطاع، وقلت لهم انا هاجم البيت في وقت الاجازه بتاعتي كمان لو انتوا عايزين تجيبوا الاولاد نمرنهم شويه ونتفرج عليهم ونتابعهم وندعمهم. واترفض يا كابتن؟ ما اتعملش. مش عايز اقول اترفض، ما حرام، هم ما رفضوش يا كابتن. بس ما عملوش. انا يعني حضرتك بتقول لي كلام يعني والشباب دماغي هتنفجر يا كابتن. على فكره والشباب اللي بيسمعوني اللي كانوا في النادي وعدوا على النادي عارفين الكلام ده، وانا قلت لهم الكلام ده، قلت لهم شدوا حيلكم، احنا هنجيبكم قبل الفريق باسبوعين 3 الناس ونعمل معسكرات تدريبيه. مش هنكلف النادي جنيه، الملاعب موجوده والكوره وبتاع، يجوا كل يوم يتمرنوا ويروحوا بيتهم. مش هتكلف اكتر من انك هتجيب المدربين. وما بيحصلش. ما حصلش والله، بمنتهى الوضوح. ما اترفضش لكن ما حصلش. يا حبيبي ما تقلقش، هات لنا لعيب عنده 17 سنه، ايه المشكله لما يتمرن معانا؟ هيتمرن وياخد وقت معانا والله يكمل وفي استجابه اهلا وسهلا، ما كملش هيرجع القطاع تاني. لكن انت لازم تصرف على القطاع، لازم تجيب مدربين جيدين للقطاع، لازم تجيب كل حاجه للقطاع كويسه. والسويس فيها الكفاءات دي؟ فيها، بس ما بيدخلوش. في بيدخل وفي لا، وفي بيدخل وبيصطدم باللي موجود بيمشي او ما بيقدرش يطلع احسن حاجه. هو يا كابتن معلش يا كابتن، ما هم انا اسف يعني مش 6-7 اللي في النادي، ويعني عشان هم قاعدين، انا اسف يعني مش عشان هم اللي قاعدين يبوظوا لي الدنيا. هم مش بيبوظوا، هم عندهم حجه، هي في بعض الاحيان بتبقى حقيقيه ومنطقيه وبعض الاحيان لا. منين؟ مفيش. طب ما دي ازمه الماديه دي انا كنت لسه هتكلم فيها. هي جت منين؟ خد بالك عشان نتكلم بمنتهى الوضوح والاريحيه.
نادي السويس ساعات الادارات بتبقى مظلومه لان الموارد ما بتبقاش كافيه. انت مسؤول انك تجيب موارد، لكن في بعض الاحيان كان بيجي لك حاجات من هيئه قناه السويس او من المحافظه ما بتجيش، جات لادارات وما جاتش لادارات تانية، فدي قلت معاهم الموضوع شويه. عشان نتكلم كلام بمنتهى الوضوح، مفيش مداخيل للنادي. هو ده اللي الناس بتتكلم عنه. مداخيل النادي ضعيفه جدا بسبب برضه قرارات مش مدروسه. انا بكلمك بمنتهى الصراحه والله، مش عايز حد يزعل مني، لكن عايز الناس تقول الكلام ده وتشاور عليه عشان يبقى هو عشان ده، نحل يا جماعه. عشان هدف الانتخابات اللي جايه يكون ده. يبقى الناس اللي جايه الانتخابات يا جماعه احنا عندنا هدفين. الهدف الاولاني نادي السويس يبقى عنده موارد دايما تقدر تساعد النادي اجتماعيا قويه طبعا، يعني دايما وقويه طبعا. ما هو دايما وقويه، ما القوه هتيجي من الدوام. خد بالك القوه هتيجي من الدوام، لان انت ساعات كان بيبقى عندك مداخيل قويه بس مش موارد ثابته. بعض الاحيان بيجي لك طفرات كده، بيبقى عندك دخل قوي جدا بس وفجاه يقطع او ما دامش. بالظبط كده بالظبط كده. فلا مداخيل وموارد ثابته عشان بعد كده هتبقى قويه، عشان بعد كده النادي هيبقى متوفر له بيئه جيده. ان نادي السويس اولا نادي السويس يرجع للدوري الممتاز تاني والناس تحبه وتشوفه مكانه، لان خلي بالك نادي السويس هيسري بالسه، يعني هيسري الدوري الممتاز. يا كابتن احنا لما انا بجماهيره بتاريخه. ما فيش حد يعني يا جماعه، اكيد كلنا فاكرين لما بتروجيت كان بيلعب هنا في السويس، جماهير السويس كانت بتبقى عامله ازاي مثلا مع الاهلي الزمالك وغيره. كل الدعم النادي بتروجيت في الدوري الممتاز مش نادي السويس، لكن في الاخر هو مش نادي السويس. مش نادي السويس. ما بالك منتخب السويس، ما بالك نادي السويس. فالناس محتاجه تفكر في الموضوع ده شويه. انا بقول لهم يا جماعه ما تدوخوش نفسكم. 3 حاجات اعملهم: ابعد عن تسديد الفواتير الانتخابيه، اوجد للنادي موارد ثابته وقويه مع الوقت، اعمل قطاع ناشئين قوي. دي نصايح كابتن محمود كوكو لاي مرشح في انتخابات مجلس إدارة المنتخب السويسي. ال3 حاجات دول: ابعد عن الفواتير الانتخابية، بالظبط، قطاع ناشئين محترم وقوي، ومصادر دخل قوية وثابتة مع الوقت مستمرة مستديمة، مع الوقت هتبقى قوية. والله يا جماعة أنا ما فيش روشتة أقل من كده. لو عملت ده تعالى كلمني على المدى القصير وعلى المدى هتشوف نتائج، وعلى المدى البعيد هتشوف نتائج. ما أنا زي ما قلت لحضرتك، الناس في الشارع الجماهير محتاجة تشوف كرامات أو أمارات زي ما احنا بنقول. فلما يشوف منك هيصبر عليك ويخليك، وهيثق كمان في قدراتك وفي تفكيرك. فخد بالك ده مهم جدا. عارف يا كابتن، يعني أنا أشعر بالغبطة، أنا بقولها باللغة العربية، من نادي كهرباء إسماعيلية. نادي إدارة جت ظبطت الدنيا، طبعا الصعود للممتاز مع كابتن ياسر الكناني، الله يعطيه الصحة والعافية، توفيق ليهم ان شاء الله يعني. وحاليا معاهم كابتن رضا شحاتة. ففجأة الناس وكمان مضوا مع محمد أنج، يعني الناس بتشتغل في إدارة في مداخيل. طب يا جماعة ما يعني ما اهو هي تجربة ملهمة، لكن هي مش لايقة علينا قوي لان هم شركة وعندهم دخل. ما انت محتاج استثمار يا كابتن. انا كان استاذ محمد ايوب هنا وكلمنا محتاجين استثمار. ماشي، هم شركه عندهم ده، هم مش عايزين يصنعوا ده، هم عندهم ده اوريدي. انما انت ممكن تضرب المثل بالنادي المصري مثلا. مستر كامل ابو علي، النادي المصري كان زي حالتنا، مشابه لنادي السويس بدرجه كبيره جدا. دلوقتي منافس بيأدي اولا على المدى القصير، هو بيلعب افريقيا معظم الوقت في ال4 مراكز المؤهلين لدوري الابطال والكونفدراليه الافريقيه. واللي جاي بقى اللي انا بقول لك عليه بتاع الاستدامه، بنوا الاستاد، تجديد الاستاد وعدلوه كمان هندسيا. الاستاد ده كان فيه غلطات هندسيه اتعدلت وبدا يظهر للنور، والمباني خلصت بشكل كبير، انا متابعها وشفتها. وكمان حوالينه استثمارات لانه في حته جميله جدا في بورسعيد. فمستر كامل ابو علي انا بحييه من هنا، عقليه اداريه في كل اتجاه، وعرف يدير. طب ده بتاع زي اللي قلت لك عليه قبل كده. طب اشمعنى ده كامل ابو علي عنده امارات سابقه لانه راجل ناجح في حياته، ليه بروفايل يعني عنده بورتفوليو سابق اداريا ناجح يعني. هو ده اللي كنت بقول لك من شويه، انت هتجيب المرشح ازاي؟ مرشح عنده سوابق ممتازه جيده في الاستثمار وفي النجاح وفي التفكير وفي العقليه. فانت جبته عشان كده. لما ضربت لك مثال كهرباء، نادي كهرباء اسماعيليه، حتى لو هم شركة بس في يعني قصدي لو تدخلت شركة في حاجة زي كده بس قدروا يستثمروا، هو ده في النادي الجماهيري هو عشان يطلع. هو ده الإلهام اللي أنا بقولك عليه. هم قصتهم ملهمة في إيه؟ إن هم من فريق
كان في الدرجه الثالثه مم. لفريق صعد للدوري الممتاز وموجود في الدوري الممتاز دلوقتي في سنه واحده. كل حاجه اتغيرت. اللي بقى ادارات اشتغلت لان الفلوس كانت متوفره معاهم معظم الوقت. ادارات اشتغلت، ركزت، كان عندها حلم، كان عندها خطه، ربنا اكرمهم فيها ونجحوا وتوفقوا ان هم يكونوا موجودين في الدوري الممتاز. لكن هم زي ما بيقولوا يعني على استحياء مش هي دي مش هي قصتك. التجربه اللي مش تنفع تجربتك. انا بقول لك التجربه الاقرب ليك اللي انت ممكن تعتبرها مصدر الهام كامل ليك، تجربه النادي المصري. موجود طب في الدوري كابتن، انا عندي سؤال تاني عشان برضو وقت حلقتنا احنا. انا عايز اقعد اتكلم معاك اكتر من كده. احنا في حلقه تانية يا جماعه ان شاء الله باذن الله، يعني هنصورها يا كابتن محمود ان شاء الله. هل دوري المحترفين وفكره دوري المحترفين ظلمت منتخب السويس؟ او خلينا اصيغها بصياغه تانية، هي الفكره كانت كويسه بس منتخب السويس ما قدرش ان هو ينسجم معاها؟ زي ما قلت لحضرتك، لا، هو مش نادي السويس اللي ما قدرش ينسجم مع دوري المحترفين. دوري المحترفين فكرة، وخلينا نفرق بين الحاجتين دول. فكرة جيدة جدا لتطوير الكرة في مصر ولصناعة الكرة في مصر، لكن هي لم تطبق بالشكل الأمثل ولم تطبق بالشكل المرجو. دوري المحترفين لو طبق بالشكل الأمثل هتوجد منه نتائج نقدر نقول ان هي على مستوى الصناعة وعلى مستوى الفني كبير جدا. علميا هي صحيحة، عمليا صفر. مش عايز اقول لك قصدي من الناس صفر مش 1 ولا 2 ولا لا 0 من 100. صفر بدليل اللي الأندية بتعاني، بدليل اللي الدوري المحترفين الأندية اللي فيه حتى بعض الشركات بتقول له صغر لي الدوري شوية، أنا ما أقدرش ألعب 38 ماتش بسفريات وأنت ما اديتنيش دعم جنيه. طب أنت عايز انا اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. انا بتكلم عن اتحاد الكوره. انت بتقول لي انت بتدعم الانديه الجماهيريه ازاي وانت عامل 38 مباراه وانت ما اديتش دعم للانديه الجماهيريه؟ عشان كده نادي السويس كان بيعاني، نادي المنصوره كان بيعاني، نادي الترسانه كان بيعاني، كل الانديه الجماهيريه بتعاني. في انديه اصلا مش موجوده في دوري المحترفين جماهيريه بتعاني ومش عارفه تطلع له. الموضوع كبير يا جماعه. اذا كان الدوري الممتاز مش 38 ماتش، ازاي انت بتخلي دوري المحترفين وانت عارف يا صاحب القرار جدا يا بتاع اتحاد الكوره ان الانديه مش هتقدر تكمل؟ عشان كده اخش لك على نادي السويس في حاجه. نادي السويس كل الاوقات اللي كان فيها قريب من الدوري الممتاز في الماتشات العدد القليل اللي بيبقى عنده لسه امكانيه ان بيبقى لسه معاه فلوس ومعاه لعيبته ويقدر يحافظ عليها فبيعمل نتائج كويسه. انما ال 38 ماتش ده انتحار بالنسبه للانديه الجماهيريه ومنهم نادي السويس، لان طول ما فيش دعم، لان اتحاد الكوره ما دعمش بشيء. طب انت عايز الفكره تنجح؟ عايز الفكره تنجح، انت بتقول لا لازم تنفذ انك تدعم الانديه الجماهيريه بجزء اقل منه شويه لانديه الشركات عشان تحطهم على الطريق، حتى يعني عشان تحطني على الطريق. انما انا اصلا انت في انديه اوريدي على الطريق بسبب امكانياتها الماديه، في أندية تانية أصلا مش على الطريق، وفي الآخر الاثنين مطلوبين يوصلوا لهدف واحد. إزاي أنت إحنا مسافرين ما تساويش واحد 64 حصان بواحد نص حصان؟ بالظبط كده. ما ينفعش الأستاذ معتز ومحمود كوكو إحنا الاثنين عندنا تارجت إن إحنا نوصل القاهرة، بس العربية 128 تختلف عن الرعربية المرسيدس. بالظبط كده. والأهم من كده إن أنت أصلا قلت المعتز ابدأ بقى من على 109 وكوكو ابدأ أنت من السلام. ازاي يا عم ده فاتني ب50 كيلو ولا ب20 كيلو؟ انت ازاي هبدا معاه ازاي؟ ما هو ده اللي حاصل. انديه عايزه تاخد تذكره، تحجز تذكره الوصول للدوري الممتاز، لا اصلا الناس سابقاها بكذا محطه من قبل ما الدوري يبتدي. الدوله في قصه لازم تدعم الانديه الجماهيريه، والاتحاد يدعم الانديه الجماهيريه بشكل مؤقت لحد ما الدوله توجد حلول سريعه عشان الانديه الجماهيريه ما تحتاجش للدوله في شيء، لان الشيء الدوله عندها اولويات ودي حاجه ما تزعلش. لكن انا اتكلمت في الكلام ده من 2-3 وقلت لهم يا جماعه لازم القوانين تتغير، لازم الدوله توقف الانديه الجماهيريه على رجليها استثماريا وماديا عشان يقدر اللي هو عامله، وكمان لما يقف على رجله استثماريا وماديا هيتشال من على كاهل الدوله، فالدوله تبدا الفلوس اللي كانت الانديه بتاخدها ممكن يستثمرها تاني في حاجات اكتر، في تعليم، في صحه، في بنيه تحتيه، في حاجات دي. يبقى انا خدت الفلوس بتاعتي اللي كنت بديها لنادي السويس، نادي المنصوره، نادي الاتحاد، مش في مكانها الصحيح عشان اثر المسابقه بتاعتي، مش مكانها الصحيح، لان انا شايف ان الرياضه ده مكان صحيح جدا. الرياضه لا تقل عن البنيه التحتيه وعن الصحه وعن التعليم.
ده شيء اساسي في حياه اي انسان المفروض الرياضه. بالظبط. انت اصلا انت الدوله والتوجه الجديد بتاع الدوله برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيبني مواطن من كل الاتجاهات. بيوفر له ان هو المفروض يبقى صحيا كويس، تعليميا كويس، كل بيئه عموما بيئه كويسه. ده من ضمنها الرياضه. مش لازم الرياضه الاحترافيه، خد بالك. نادي السويس مش طول الوقت كل الرياضه اللي بيخدمها رياضه احترافيه. يعني في حاجات تنافسيه زي كره القدم وكذا وكذا، انما في رياضات تانية وفي العاب تانية وفي ممارسه رياضه تانية، رياضه بتتعمل في النادي بتحافظ على صحه الشعب السويسي او الرياضيين الرياضيين او مش او غير الرياضيين. ما هو انا لما اكون عضو النادي والاقي تراك كويس، ولاقي صالة مغطاة كويسة، ولاقي ملعب كويس، حمام سباحة كويس، كل ده يعود عليا بالنفع. انا مش بروفيشنال لكن انا عايز امارس الرياضة عشان صحتي. فده الدولة لما تعمل دوت، فانت بتدعمش نادي السويس بس على فريق الكوره، انت بتدعم المواطن المصري، بتدعم محافظه كامله. بالظبط كده، بتدعم مواطن ان هو يبقى عنده صحه جيده. المحترف اهو محترف، واللي مش محترف والهاوي اهو يعني برضه بيمارس الرياضه، ده متوفر له وده متوفر له، صحه افضل. يبقى انت كسبت كده البني ادم عموما، المحترف وغير المحترف. يبقى انت كسبت كل الفئات اللي في الموجوده في الشارع السويسي وفي الشارع المصري عموما. يعني نخرج بره بقى المشاكل والحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي ونفك بقى شويه كده. حضرتك كنت مرشح لمنتخب مصر في كاس افريقيا 2008 صح؟ كويس. صح. مش كنتش مرشح، انا كنت خلاص اوريدي داخل، كنت موجود في المنتخب، معسكرات المنتخب انا كنت موجود مع كابتن حسن شحاته وشوقي غريب طبعا، مع احترام طبعا الجميع الكفاءة. 2008 غانا يعني الجيل الذهبي بتاع مصر 6 و8 و10. ايه اللي حصل بقى؟ فانا ساعتها انت حضرتك كنت حارس مرمى، كنت حارس مرمى نادي اتحاد الشرطه، معير من النادي الاسماعيلي. تمام، معار من النادي الاسماعيلي. معار من النادي الاسماعيلي، انا اسف. كنت طلعت من نادي السويس على النادي الاسماعيلي. لا رحله كبيره، كان عندي مشاكل الشرطه الداخليه، كان عندي مشاكل شويه في التجنيد، فخلصتها. اول سنه دي ما قدرتش العب مع الاسماعيلي عشان المشاكل، كان عندي شويه مشاكل في التجنيد، خلصتها. لعبت مع نادي اتحاد الشرطه اعاره من النادي الاسماعيلي 3-4 شهور بالظبط مع اتحاد الشرطه في الدرجه الثانيه اللي هي موجوده دلوقتي، اللي هي دوري المحترفين دلوقتي. وانضميت لمنتخب مصر الاول قبل بطوله الامم الافريقيه بترشيح من الكابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب وكابتن حماد صديق وكابتن احمد سليمان. الجيل الذهبي مع منتخب مصر، وكان ليا الشرف ان انا اتواجدت في معسكرات منتخب مصر. كنت انا اللعيب من الدرجه الثانيه، ومعايا زمايلي تاني محمد نجيب ورضا لويشي، كان كذا لعيب، ومعتز محروس، كان كذا لعيب من الدرجه الثانيه موجودين، 3 أو 4 لعيبه موجودين من الدرجه الثانيه. نالوا شرف ان هم يكونوا موجودين مع منتخب مصر. وكنت قاب قوسين او ادنى وان انا اكون موجود مع المنتخب في الكان 2008. ما تمتش ليه بقى؟ والله يعني ما حصلش نصيب، وبرضه كنا في الدرجه الثانيه، فالناس قلقت شويه ان كان سن صغير، كان عندي 21 سنه او 22 سنه، ما كانش هيستحمل الهجوم مثلا اللي هيحصل ممكن دي حاجه. وقال لك احنا ممكن ناخدها من سكه تانية، ان احنا ناخد لعيبه عندها خبره دوليه اكبر شويه لكن الحمد لله انا كنت موجود واديت اداء جيد جدا، وكنت قاب قوسين او ادنى ان انا اسافر مع المنتخب. كان 2008 كابتن عصام الحضري، انا كابتن عصام الحضري وكابتن محمد عبد المنصف ومحمد صبحي. هم دول الثلاثي. كان كنت انا ان شاء الله كنت المفروض اكون متواجد في، ما كانش في فرصه اي فرصه تانية مثلا في المنتخبات بقى 2009 او 2010 او 2000 بصراحه، بس هي بعد 2012 الدنيا يعني ما كانش انت عارف ان كان المنتخب بعد الفتره دي كان صعب اي حد يخش المنتخب، لان كان جيل ذهبي، كان نادرا لما الناس بتخش على التوليفه دي. لكن ده اللي كان حصل. هي كانت فلته كده، محمد ناجي جده من الاتحاد السكندري في 2010 طفرات. انما انت هتبص هتلاقي من 2006 لحد 2012 منتخب ثابت، هو معظمه شبه ثابت. عنده 25 30 لعيب ما بيتغيروش، لان مقدمين اداءات ممتازه جدا في بطولات الامم الافريقيه، وكمان في كاس العالم للقارات 2009 قدمنا اداءات مشرفه جدا. ومنتخب مصر المنتخب يعني منتخب مصر كان يستحق ان هو يكون موجود في كاس العالم 2010 و2006، وكان هيبقى اضافه. الجيل ده اتظلم فعلا يعني، اللي هو ما لعبش كاس العالم، هو ما لعبش كاس عالم، هو خد افريقيا وسيطر على افريقيا صحيح. تماما، بس اتظلم فعلا ان احنا ما رحناش كاس عالم بالظبط. يعني. كنا ممكن نقدم شيء، ممكن نخش كاس عالم اللي جاي ده. الامور بقت سهله جدا. احنا ان شاء الله رؤيتك ان احنا ان شاء الله غالبا احنا في كاس العالم ان شاء الله.
لان الموضوع بقى سهل. ان شاء الله. انا بقول ان شاء الله. احنا كده كده كلنا بنتمنى، بس انا بتكلم لا كمجموعه الموضوع والاداره الفنيه كابتن لا حسام لا حسن هنعدي طبعا. لا ربنا يوفقهم ان شاء الله كل الدعم ليهم، لكن خلاص الموضوع قرب ان شاء الله. في المتناول ان يعني. شاء الله باذن الله. الموضوع بقى اسهل وابسط من الاول، ما بنخسفش حق الناس الموجوده وتعبها وشغلها، لعيبه او مدربين، لكن الموضوع كان الاول اصعب من كده، بدليل ان كان بيطلع عن افريقيا 4 مقاعد او 5 مقاعد. دلوقتي المقاعد ما شاء الله دلوقتي 11 ولا 10. 9 وفي 2 مش عارف ملحق بالظبط كده فيه او 10 ممكن يعني كده يعني. ممكن تلاقي من 9 ل 11 منتخب افريقي في كاس العالم. والله احنا نتمنى التوفيق المنتخب المصري ان شاء الله باذن الله طبعا يعني. كل الدعم طبعا لمنتخبنا. كابتن محمود انا بشكرك على الحلقه الجميله دي، بس كتقليد موجود مع حضرتك النهارده. الله يكرمك الله يخليك، وحضرتك طبعا يعني ان شاء الله انتوا واجهه مشرفه للسويس. الله يخليك ان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله نتابعكم طول الوقت وانتوا في تقدم وفي ازدهار. الله يكرمك يا كابتن. واحنا زي ما احنا قلنا احنا بنحط ايدينا على المشكله، بنقول يا جماعه المشكله اهي عشان نحل بالشكل ده. طلعنا بروشته من حضرتك وطلعنا بروشته من الاستاذ محمد ايوب، فيا جماعه اهو ادي الحلول، يلا يلا ايه ندير يعني العمليه. انا هستاذنك تمضي لنا على الكره اللذيذه دي، امضاء حضرتك عشان هنحتفظ بيها وهتبقى معانا في الديكور دايما يا كابتن. تحت امرك. اي مكان انت عايزه، عيش حياتك. متشكر جدا ليك يا كابتني، متشكر جدا جدا جدا، ومبسوط والله بالحلقه، ومبسوط ان احنا فتحنا قلبنا للناس وقلنا يا جماعه يا مشجعين منتخب السويس ادي المشكله. والله انا السويس محتاج حلقات كتير، لكن احنا كده كده هنصور مع بعض تاني يا كابتن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا، بإذن لكن الله. يا رب ان شاء الله نكون قدرنا نقول حاجه للناس. لو قدرنا ان شاء الله نكون قد الامكانيات اللي هنفيدهم، وان شاء الله ان شاء الله الحلقات الجايه نكون بنصور ونادي السويس في المكانه اللي يستحقها، ان شاء الله باذن الله. جماهير السويس تحب تشوفه فيه ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا على متابعتنا لغايه هنا، وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه، وبشكركم وبشكر ضيفي كابتن محمود كوكو، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.